وقوله في هذا الحديث سباب المسلم فسوق، يعني بذلك أنه قد يصدق على سبابه وما يخرج من لسانه أنه فسوق أكبر وأنه فسوق أصغر. ومن الفسوق الأكبر المخرج من الملة ما يخرج من لسان العبد من سباب لله سبحانه وتعالى، فإن هذا السباب، هذا السب مخرج من الملة كفر أكبر، بدليل قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية دليل على أن من استهزأ بالله، والاستهزاء نوع من السب، أن ذلك كفر كما أبانه الله في كتابه. وهكذا السب إيذاء لله، وقد قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهكذا السب محادة لله، حاد لله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وهكذا السب لله عز وجل شاقة لله ولرسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا ولا خلاف بين أهل العلم في هذا السب لله سبحانه وتعالى الذي ينطلق على ألسنة كثير من الناس أنه كفر مخرج من الملة ولا عذر فيه لأحد.